شايف الضريح ده مدفون فيه واحد اسمه يوسف العبري واللي كان يهودي، ورغم كده ليه ضريح في مسجد سيدي علي الخواص. خليني احكي لك. مسجد الشيخ علي الخواص مشهور جدا في منطقة الحسنية في القاهرة، واللي توفى سنة 949 هجري. سيدي علي الخواص كان من ائمة التصوف المشهورين جدا، ومن تلامذته الشيخ عبد الوهاب الشعراني. اما بقى بالنسبة ليوسف العبري فالرواية بتقول انه كان يهودي، وكان المماليك بيدوروا عليه علشان يقتلوه، فوصل عند زاوية الشيخ علي الخواص وطلب منه انه يخبيه عنده، فدراه تحت الخوص، لان سيدي علي الخواص اصلا اسمه علي الخواص نسبة للخوص، ان هو كان بيشتغل في الخوص. المهم ان المماليك لما جم قالوا للشيخ علي الخواص فين الراجل، والراجل كان حرفيا تحت رجليهم تحت الخوص، فقال لهم ان الراجل اللي انتوا بتدوروا عليه تحت رجليكم. فالمماليك ضحكوا وما صدقهوش وسابوه ومشوا. فلما طلع اليهودي بعد المماليك ما مشوا قال للشيخ علي الخواص انت كنت بتسلمني، فقال له لا، الصدق هو اللي نجاك. ومن يومها يوسف العبري عاش خادم للشيخ علي الخواص، واسلم على ايده واندفن معاه. في الحقيقه القصه دي انا ما اعرفش اي سند ليها او جت منين او مصدرها ايه، ولكن هي روايه بتروى متوارثه شفهيا، واتحكت لي من خادم المكان هناك لما سالته مين المقام ده او الضريح ده بتاع مين، فحكى لي القصه دي. علشان كده انا رويتها لكم زي ما اتقالت لي بالظبط، وكذا حد كمان من محبين الشيخ علي الخواص رواها لي، فانا قلت زي ما اتقالت لي بالظبط. لو انت عندك اي معلومه تانية يا ريت تسيبها لي في كومنت، لان انا فعلا ما عنديش اي معلومات تانية. ما تنساش اللايك والشير والفولو.